يوسف بالليلي يراوغ كعادته. راوغ جمال بالعمري بصح هاد المرة ماشي في أرضية الميدان، راوغو بطريقة واحدة أخرى كامل. بيناتنا خابطي هذا ويبان لكم صحيح السيد مجنون. ما يديروش عليه سينيا هنا سينيا من هيه، خلطها. كي شافوه جاي في الطاس قالوا له واش بيك انت، راك راح دير ابونمون عندنا لهنا. السيد راهو رايح جاي لأروقة الطاس والفيفا والمحاكم والف شروعات، ولا انسان تاع جواجم، راه مجوجم دوكا بعد الخمسة جوجمات. بالليل يضربها. بصح الله غالب بالليل هذا هو يحب المراوغة، راوغ كلش، راوغ الاتحاد الليبي، راوغ وهران، راوغ المولودية، راوغ التوانسة، عاود ولا المهم جاب هذوك في تونس. المشكل الكبير اللي راهو دوكا في قضية بالليلي أنه أمضى على عقدين حسب تصريحات إدارة مولودية الجزائر. الشيء اللي راح يدير له مشكل كبير على مستوى لاكارير تاعو، راح يقدر ينهي المسيرة تاعو كلاعب. أنا عماه أنا القضية هذه طرقت لها من جانب المنتخب الوطني. ليك اللاعب يشوف أناقة الله يبارك 10 وعليه الكلام، موهبة، أحسن موهبة جزائرية في 10 سنين الأخرى شفناها. المشكل سيكو أنه في المنتخب حنا طمعنا قلنا بالك يديباني عامين ولا عام على الأقل في المنتخب الوطني يلعب كوب دافريك هذه اللي راهي جاية. لكن يوسف بالليلي يأبى إلا أنه يفسدها على روحه، وممكن جدا أنه راح ينهي المشوار تاعو كلاعب كرة ماشي غير في المنتخب بأسوأ طريقة، وخروج من النافذة. ما روش راح يخرج بالطريقة اللي لازم تكون له كلاعب صنع أفراح الجزائريين وأحد صناع إنجاز كأس إفريقيا 2019. الله غالب بالليلي جوهرة اللي ما لقاش شكون يصونها، ما لقاش النصائح، لونتوراج تاعو ما كانش يمدلو النصائح اللازمة، لأنه لاعب كيما هذا كان قادر ينشط في أقوى الأندية الأوروبية، وكان قادر يدير مشوار في أحد الأندية الكبيرة اللي تما يرفع بها راسه. لكنه العشوائية اللي طغات عليه في حياته خلاته يدير مشوار متذبذب، وربي يعاونه على كل حال. خلاصة القول يا عزيزي أنه في كرة القدم ما كاش صداقات، دومين بوري، مليون بوري. كرة القدم غير الخداع، ما فيه لا صحاب، ما فيه لا احباب لا والو، مجال تحكمه المصالح وفاسد وتقدر تغير فيه المبادئ. انا شخصيا منزعج جدا من تراشق بين يوسف بالليلي وجمال الدين بالعمري. شفنا تصريحات، شفنا تسجيلات خرجت، سمعنا هكذا بعض القنوات تناقلت بعض التصريحات. عيب واش راه صاري للهيبه تاع هاد اللاعبين